ضحية لجريمة قتل ظهر صوتها وهي بتطلب المساعدة على الهواء مباشرة. ده غير إن القاتل مات بعدها على طول في حادثة سير في اليابان. في يوم 26 أكتوبر سنة 2009 بنت جامعية عندها 19 سنة اسمها مياكو هيروكا خلصت شغلها في محل البيع الآيس كريم في مدينة اسمها همادا، والبنت عشان تروح لمكان السكن بتاعها اللي على بعد ميل واحد في طريقين، وهما الطريق الأول وهو الطريق الأسرع إنها تاخد أتوبيس لمكان السكن، ولكن ده يحتاج فلوس وهي بتحوش عشان تقدر تسافر لروسيا عشان تدرس فيها. أما الطريق التاني هو إنها تمشي لمسافة ربع ميل من خلال طريق مرعب جوه الغابة، وده الطريق اللي اختارته. اليوم اللي بعده صاحب محل الآيس كريم اتضايق إن مياكو ما جاتش الشغل فاتصل بيها، ولكن هي مش بترد فاتصل بوالدتها اللي قلقت لأن بنتها ما اتصلتش عليها لما رجعت للسكن الجامعي بتاعها. وبعد المكالمة دي الأم اتصلت على الشرطة وبلغت باختفاء بنتها. وبعد تحقيق الشرطة ب 11 يوم راجل بيقطع مشروم على جبل على بعد 15 ميل من محل الآيس كريم لقى قطعة مشروم كبيرة فسحبها واتصل بالشرطة في وقتها، لأن للأسف قطعة المشروم دي طلعت راس مياكو، والراجل افتكر إنها مشروم لأن وش مياكو ملوش معالم. بعدها الشرطة فضلت تبحث في المنطقة اللي لقوا راس مياكو فيها، ولقوا فعلا أجزاء من مياكو في مناطق مختلفة، واتضح للشرطة إن المجرم قام بخنق مياكو حتى الموت، بعدها قام بحرق جثتها. ده غير إنه قام بتقطيعها ورمى كل جزء منها في مكان مختلف. والمجرم سنه بين 20 ل 40 سنة. وانتشرت قضية مياكو بشكل واسع في وسائل الإعلام، خصوصا بعد ظهور صوت بنت في الخلفية أثناء ما المذيع بيتكلم في تقرير تلفزيوني على الهواء مباشرة. 広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。والصوت قال This is very painful why only me. وبعد 7 سنين يعني في سنة 2016 محقق بيراجع ملفات القضايا لقى بالصدفة دليل، وهو ملف عن مرتكب جرائم جنسية اسمه يوشيهارو يانو، وكان عنده 33 سنة واتسجن قبل كده بسبب انه اعتدى على 3 بنات في طوكيو. واكتشف المحقق ان قبل جريمة قتل مياكو خرج يوشيهارو من السجن وعاش في مدينة هامادا. واكتشف كمان ان عربية يوشيهارو كانت بتلف حوالين الغابة في المنطقة اللي لقوا بقايا مياكو فيها. بعدها الشرطة خدت إذن بتفتيش بيته ولقوا كاميرا ديجيتال عليها 40 صورة مرعبة شرحوا اللي حصل لمياكو. الغريب بقى إن قبل 7 سنين وبعد ما صوت البنت ظهر على الهوا مباشرة، الناس في شمال مدينة همادا بتبلغ الشرطة بحاجة غريبة، وهي إن في عربية جاية على جنب الطريق وعمالة تخبط وترجع وتخبط في السور. وقبل ما الشرطة توصل لمكان العربية انفجرت، وكان فيها شخصين اللي هما يوشيهارو وأمه. والناس شايفين إن ممكن يكون شبح مياكو سيطر على العربية، واتأكد إن يوشيهارو يعاني هو وأمه لحد لما ماتوا كانتقام للي عملوا فيها. وفي الآخر قول لي رأيك، هل أنت شايف إن ممكن شبح الضحية هو اللي سيطر على عربية القاتل ولا في سبب تاني؟ بس كده متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.